اكتشف معنى جديد للانتعاش مع تيتو، احترافية تضمن لك الراحة. تيتو لأنظمة التكييف المتطورة، اختيارك الأول للمستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة هنتكلم عن موضوع جالي فيه أسئلة كتير جدا، وهو إيه هي أفضل تكييفات في 2026 في مصر؟ طبعا أنا هجاوب على السؤال ده بس من وجهة نظري الفنية بعد سنين كتير من التركيبات والصيانة، وهنتكلم عن التقييمات الفنية الحقيقية للأجهزة. تابعوا معايا للنهاية لأن كل كلمة هيبقى فيها معلومة مفيدة. كل يوم بيجيلي سؤال، يا ترى اشتري هاير ولا كارير ولا ميديا ولا LG؟ ايا كان نوع الجهاز، المشكلة ان اغلب الفيديوهات بترد بكلمة ده احسن وده اوحش، لكن محدش بيقولك ليه. يعني بمعنى اصح، ايه اللي يخلي فني او مهندس يرشح جهاز على جهاز؟ هل بسبب الاسم ولا الاعلان ولا في اسباب هندسية حقيقية؟ في الفيديو ده هنتكلم كلام فني، مش كلام حد عايز يبيع اجهزة وخلاص. وهقولك ليه اخترت أفضل 4 أجهزة في السوق المصري لسنة 2026. طبعا الكلام ده بناء على شغلي في التركيبات وفي الصيانة وتحليلي للمواصفات الفنية، مش على الدعاية. ولو مستني تسمع اسم ماركة وخلاص يبقى الفيديو ده مش ليك. أما لو عايز تعرف ليه جهاز بيتفوق على جهاز تاني هندسيا، كمل معايا للنهاية. قبل ما أبدأ، دي معايير التقييم. أنا مش هقيم الأجهزة بالشكل الخارجي ولا بالريموت ولا بعدد المميزات اللي في الكتالوج. أنا هقيم كل جهاز على 10 مقاييس أو معايير أساسية. أول حاجة كفاءة الكمبرسور. الكمبرسور هو قلب التكييف. هنشوف استجابة الكمبرسور لتغيير الأحمال، هدوء التشغيل، كفاءة استهلاك الكهرباء، مدى اعتماديته مع الاستخدام الطويل وفي حرارة الصيف. تاني حاجة جودة دايرة الانفرتر، مش أي جهاز مكتوب عليه انفرتر يبقى بنفس الكفاءة. هنتكلم عن سرعة استجابة لوحة الكنترول، هنتكلم عن ثبات التشغيل والحماية من تذبذب الكهرباء والتحكم في سرعة الكمبرسور. تالت حاجة وهي كفاءة المبادل الحراري أو السربنتينة. هل الوحدة الداخلية والخارجية فيها مساحة تبادل حراري محترمة؟ هل الزعانف بتاعت السربنتينة كثيفة؟ هل الطلاء المقاوم للتآكل من نوع كويس؟ لأن ده بيأثر على سرعة التبريد والعمر الافتراضي للحاجة. جودة الخامات، سمك البلاستيك، قوة الشاسيه، جودة النحاس، التشطيب الداخلي، كل دي عوامل بتفرق بعد 2 أو 3 استخدام. استهلاك الكهرباء الحقيقي، مش اللي مكتوب في البروشور بتاع الجهاز، لكن بعد ما الانفرتر يستقر ويبدأ يقلل سرعة الكمبرسور. سادس حاجة وهي مستوى الضوضاء، سواء للوحدة الداخلية أو الخارجية. الأداء في حرارة الصيف في الأجواء المصرية، لأن في فرق بين جهاز شغال في أوروبا وجهاز شغال عندنا في مصر. تامن حاجة وهي سهولة الصيانة. هل الفني يقدر يفك الجهاز بسهولة؟ هل قطع الغيار متوفرة؟ هل لوحة الانفرتر سهلة التشخيص؟ تاسع حاجة وهي خدمة ما بعد البيع، لأن أفضل جهاز في العالم لو ملوش خدمة محترمة هيبقى مشكلة طبعا. عاشر حاجة ودي الأخيرة، القيمة مقابل السعر. هل فعلا كل جنيه هتدفعه هتلاقي قدامه جودة، ولا بتدفع اسم في البراند وخلاص؟ في المركز الأول معانا الهاير سمارت الترا انفرتر AI فويس كنترول، وده بالنسبة لي حاليا أفضل جهاز موجود في السوق المصري في فئته. مش عشان اسمه هاير، لكن علشان الفنيات اللي وراه. أول نقطة، الكمبرسور في الجهاز ده من أهم أسباب نجاحه. استجابة الانفرتر سريعة جدا، ولما الغرفة بتوصل لدرجة الحرارة المطلوبة الجهاز بيبدأ ينزل بسرعة الضغط أو الكمبرسور تدريجيا بدل ما يفصل ويشتغل تاني، وده معناه توفير في الكهرباء، ثبات في درجة الحرارة، عمر أطول للكمبرسور. تاني نقطة وهي منظومة الانفرتر. من أكتر الحاجات اللي عجبتني في الجهاز إنه بيتنقل بين سرعات التشغيل بنعومة جدا، وده بيقلل استهلاك الكهرباء وبيخلي المستخدم ما يحسش بتغييرات مفاجئة في التبريد. ثالث نقطة وهي المبادل الحراري أو السربنتينة. هاير اهتمت جدا بكفاءة انتقال الحرارة، وده بيبان معايا في سرعة نزول
درجة حرارة الغرفة، خصوصا في الأجواء الحارة اللي احنا فيها. رابع نقطة وهي الذكاء الاصطناعي أو ال AI، ودي نقطة ناس كتير فاهمينها غلط، لأن ال AI مش معناه إن الجهاز بيعمل معجزات، لكن معناه إن الجهاز بيعدل أسلوب التشغيل تدريجيا وبيحلل طريقة استخدامك له للوصول لأفضل توازن بين الراحة واستهلاك الكهرباء. يعني لو أنت متعود تشغل التكييف كل يوم في نفس الوقت تقريبا، أو بتفضل درجة حرارة معينة، النظام بيقدر يكيف نفسه على طريقة التشغيل مع النمط ده بشكل أفضل. خامس حاجة وهي الفويس كنترول، ودي من الإضافات اللي بيتميز بيها الجهاز. بدل ما تدور على الريموت لو ما انتش لاقيه، تقدر تتحكم في بعض الوظائف بالأوامر الصوتية، وده طبعا بيدي راحة أكبر خصوصا مع ربط الجهاز بالتطبيق. لكن أحب أوضح حاجة، الميزة دي رفاهية ذكية، مش سبب لوحدها يخليك تشتري الجهاز. السبب الحقيقي للترشيح هو أداء دورة التبريد وكفاءة الانفرتر واعتمادية التشغيل. سادس نقطة وهي مستوى الضوضاء. الجهاز هادي جدا، وده نتيجة ان الكمبرسور مش بيشتغل بأقصى سرعة طول الوقت، وكمان تصميم مروحة الوحدة الداخلية بيساعد على توزيع الهواء بكفاءة مع ضوضاء أقل. سابع نقطة معانا وهي الخامات. من خلال التعامل مع الجهاز، الخامات الداخلية والتقفيل بيعتبروا من أفضل الموجود في الفئة السعرية، وده بيدي إحساس بالاعتمادية على المدى الطويل. هل له عيوب؟ أكيد، مفيش جهاز كامل. لو هنتكلم بموضوعية، سعره أعلى من بعض المنافسين شوية. علشان تستفيد من كل المزايا الذكية لازم إعداد الواي فاي والتطبيق يكون متظبط تمام. وأي جهاز انفرتر متطور محتاج حد فاهم أو فني فاهم في التركيب، لأن التركيب الغلط أو الخاطئ ممكن يضيع جزء كبير جدا من مميزاته. يعني الخلاصة، لو عميل سألني ليه رشحت لي هاير سمارت الترا انفرتر AI فويس كنترول، هقول له بمنتهى البساطة لأنه جمع بين كفاءة الانفرتر الممتازة، استهلاك الكهرباء الاقتصادي، أداء ثابت في الحر، هدوء في التشغيل، تقنيات ذكية مفيدة، وجودة تصنيع محترمة، وده اللي خلاه بالنسبة لي يحتل المركز الأول. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، يا ريت تتابعوني في الأجزاء الجاية عشان تعرفوا باقي تقييمات الأجهزة وتفاصيلها. نورتوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.